يا سلام على ريحة المحشي اللي تفتح النفس من بعيد. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الكوسة والبتنجان المحشي، وطبعا الفلفل الرومي كمان، الأكلة اللي أي بيت مصري ما يستغناش عنها. بس هنعملها النهاردة بطريقة سهلة بخطوات بسيطة وتكات تخلي الطعم ولا أروع من كده. قبل أي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. يلا بينا جاهزين نبدأ. معانا كيلو طماطم هنضربه في الخلاط. طبعا حجم كمية الطماطم على حسب كمية الرز وكمية المحشي اللي انت هتجهزيه. هنا انا عاملة كيلو رز، هضرب كيلو طماطم في الخلاط. وفي حلة على النار هننزل عليهم بمعلقتين سمنة كبار بلدي، وعليهم معلقة زيت كبيرة، وهنسيبهم تسخن شوية. بعد كده هنروح جايين بالطماطم وهنصفيها، نجيب مصفى ونصفي الطماطم من القشر والبذر، مش هنبقى محتاجينه في حاجة. احنا عايزين بس الطماطم بس من غير البذر والقشر. تمام، تصفى معانا. تمام، احنا كده احنا كده خلاص مش محتاجينه في حاجة. هنسيب الطماطم تاخد غلوتين 3. انا ما بصفرش، ما بخليش البصل الاول ياخد لون واحمره في السمنة الاول، بيبقى حامي شوية. فباخد الاول الطماطم بخليها تاخد كذا غلوة وبنزل عليها بالبصل. هنسيب الطماطم عقبال ما الطماطم يعني تخش في السوا شويه. هكون انا بشرت معاكم البصل النهارده، هبشره على المبشر عشان اوريك اللي برضو بيبقى سهل ازاي. انا مره عملته في الكبه، ومره عملته عادي على ايدي في السكينه عادي، والنهارده ببشره بالمبشره، وعلى فكره بيطلع جميل جدا. تبشريه بس على الناحيه الكبيره شويه، ما تبشروش صغير، عشان لو بشرتيه صغير قوي هيبقى منزل ميته. لا، احنا عايزين برضو يبقى محتفظ بالميه اللي جواه. انا هنا حوالي معايا نص كيلو بصل، هبشرهم كلهم في المبشره زي ما انت شايفه كده. كده البصل خلص معايا. هروح واخده منه معلقتين بصل بالظبط في طبق وهركنهم على جنب، وهقولك هيبقى ليهم تكه جميله جدا. بس كده هنشوف الطماطم زي كده خلاص دخلت في السوا. هروح نازلين عليها بالبصل وهنسيبهم يتسبكوا. قبل ما ننزل بالبصل هناخد برضو كبشتين طماطم بالظبط، برضو ليهم تكه جميله جدا هتشوفيها معايا. تمام، ننزل بالبصل ونسيبها تتسبك كده. تمام جدا. بس نروح مقلبينها كويس ونغطي عليها. ما بتاخدش على النار ربع ساعة لغاية ما تغسلي البتنجان والكوسة والمحشي، تغسليه كويس تحت المية طبعا وتسيبيه يتصفى. هتكون خلصت كده خلاص. الطماطم جهزت معانا تقريبا، المحشي خلاص كده. الرز طبعا بتجيبيه وتغسليه. بس كده تمام. انا معايا الرز كده غسلته وصفيته كويس من الميه. وهنا انا معايا في حبيتين فلفل رومي، قطعتهم مكعبات صغيره، ونزلت بالبصل اللي انا ما حطيتوش في الصلصه، اللي انا ما سويتوش خالص، حطيته ني. حطيت معلقتين زيت. هنزل التوابل الطبيعيه جدا بتاعه المحشي. انا بحبش اي توابل غريبه في المحشي خالص عشان ما تغيرش طعمه. طبعا الملح بيبقى حسب الرغبه. معايا هنا معلقتين ملح كبار. هنحط معلقتين فلفل اسود كبار برضو، ومعلقه كمون كبيره، ومعلقه كزبره، وحوالي نص معلقه نعناع. بس كده. وبرضو تكه حلوه اللي انتي تحطي التوابل على الرز قبل ما تحطي الصلصه او اي حاجه خالص، وتروحي دعكه التوابل في الرز كويس جدا، تقلبيهم كويس جدا مع بعض. ده بتدي اضافه جميله قوي. كده تمام. معايا انا الخضره، انا كنت مفرزاها في الفريزر، شايلاها في الفريزر، بطلعها من الفريزر على طول، ما بسيبهاش تفك بره خالص. طبعا كزبره كزبره سوري، وبقدونس وشبت. تمام. وتروحي مقلباهم كويس مع الرز. ولو لقيتي مثلا في حاجه متكتله شويه بتفكيها من بعض، عشان لازم تطلعيها. لو سبتيها هتفك بره هتبوظ، هتبقى عامله زي الميه خالص. لا، انتي بتطلعيها من الفريزر على طول على الرز. تمام. والصلصه معايا جهزت زي ما انت شايفه، ولونها جميل جدا، ولا احتاجنا نحط بقى صلصه طماطم ولا اي حاجه خالص. والبصل بيبقى ليه لسه محتفظ بطعمه، وما بيكونش داب خالص، بيبقى طعمه حلو. بس كده انا معايا الكوسه هحشيها، والبتنجان كمان، ومعايا فلفل رومي. هتحشيه طبعا انت ادرى مني، ما بتتحشيش للاخر. الكوسه بتبقى بتاخد رز مش كتير خالص. تمام.
بس تسيبي حوالي ربعها فاضي عشان لما الرز يجي يتضاعف ما يبقاش خارج بره وتلاقي الحله بقى كلها رز. لا، بنسيب فيها جزء كده فاضي عشان خاطر كمان تستوي كويس. مش عايزه اقولك اليومين دول البتنجان جميل جدا ما شاء الله في السوق، بالذات البتنجان الاسود جميل قوي، واللي هو بيبقى فيه موف كمان، انا مش عارفه اسمه ايه بصراحه، بس بيبقى طعمه جميل كده. انا خلصت خلاص ما شاء الله. عملت حلتين لسبب بقى، في حله مثلا بخليها للاطفال، وحله تانية ممكن نخليها سبايسي. سبايسي بعملها ازاي؟ كده كده انا مثلا سلقت فراخ وخدت الشوربه بتاعتها، قبل ما اسقيه بقى بالشوربه بجيب فلفل. الشوربه معايا اهي دلوقتي خلاص غليت، بحط عليها معلقتين الطماطم اللي انا خليتهم على جنب، بتخلي المحشي يبقى لونه حلو. تاخديهم غلوتين مع الشوربه، وتحطي التوابل بتاعتك ملح وفلفل، تظبطي التوابل وتدوقيها طبعا تلاقي طعمها مظبوط، يبقى كده تمام. انا هنا زودت ملح وزودت معلقه سمنه كمان، هزود معلقه سمنه بس كده تمام. ونحط الملح والفلفل بس كده. كده كمان الشوربه جهزت معانا. بصي بقى لونها احمر ازاي، هتخلي المحشي يبقى لونه جميل جدا كده تمام. تاخد بس غلوه تمام. وروح جايين بقى معانا المحشي. طبعا الكوسه والبتنجان ما بياخدوش شوربه كتير، بنبقى مثلا بس لغايه نص الحله. هنا عشان اخليها سبايسي جبت فلفل حراق حامي، ورحت ايه فتحاه كده عشان خاطر مش قادره اقولك بيدي بقى ريحه وطعم اضافه جميله جدا. هنا بعد ما سقيت المحشي، انا كان عندي بتنجان صغنن خالص كان اتحشى، ما بحطوش انا مع الكبير، لا بحطه من على الوش من فوق وكله بيستوي. هنسيبه يغلي كويس، هنغطيه ويغلي كويس جدا. بعد ما يغلي هتروحي عامله ايه بقى، تروحي جايبه غطا حله اصغر من الحله اللي انت حاطه فيها المحشي ومغطيه. عايزه اقول لك كده مش هياخد منك وقت وكله هيستوي يبقى زي بعضه. اللي فوق ما شاء الله كده خلاص المحشي ما شاء الله جهز معانا، وزي ما انت شايفه كده تمام. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. وبألف هنا يا حبايب قلبي. وبكده هيكون خلص معانا المحشي. ريحه تاخد العقل. جربوا الوصفه في البيت وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنوني في وصفه جديده واكله جديده. ومع السلامه حبايب قلبي.